هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عظم الله أجرنا وأجركم بمصاب أبو فاضل قمر العشيرة. أنا عندنا ثواب. هاي أختي أم أيوتي، ربي رزقك ويوفقك ويخليك. هي عاونتني، غسلت لي الدجاج ونظفته وودته إلي، وأنا بلشت بس قطعته ورجعت شطفته. رب يكون يشوف الوليد على أيديك من ناس انت الجايب. كيف أبو فاضل؟ هنا ظليت أشطف بيه لأن قطعته، سويته على 4 لأن شوية دجاجنا كلش كبار وكمية كبيرة، فخاف من ينمرض فقسمنا. وأنا ترى وحدي بنات يعني أشتغل، بس هي خطية عاونتني، نظفت لي كمية وودت لي إياها من الدجاج. هنا ظليت أغسل بيه بالدجاج. شني طلعتو مشيتو ورا الملاية؟ لا، شلونها أجواء أبا عبد الله؟ كلش حلوة، وعسى إن شاء الله من العايدين تعود علينا بالصحة وعليكم بالعافية والرزق والأمان. هنا أنا راح أخلص، أدري صار الفيديو طويل بغسل الدجاج. هنا أنا غسلت السنك، وهنا أنا جابولي كمية ثانية مسواق ودجاج. هسه أهم أبلش بيه أنظفنه. هذا طبعا جهزناه من هنا بعدني جابولي مسواق مرة ثانية. أنا راح أخليكم وين صوت الملاية. يما شلونك يا بعد امك شلون؟ قالت لي يما يا خربان لونك من نوم الرمض خربان. اخ يما يا يما على عيونك، انا يا من امدار فدوى على عيونك. قل خو ما قصرت عباس، خو ما قصرت. قل له يما يا شمعة البيت، يما يا شمعة البيت، كبير البزر يا شمعة. ايش تقول ام البنين؟ قول جتنا اخبار، هز الكون عباس، هي جتنا اخبار، هي جتنا اخبار، هي جتنا اخبار، شديه هي جتنا اخبار. بعدين رجعنا على الدجاج نظفناه. ظلت هم قطعته 4 ونظفته أنا وحدي بنات، ما حد ساعداني، بس أنا وجهالي. فخاف أن يشوفوني إيد أصور بيها وإيد أقصص بيها وأشتغل. هاي هنا الدجاج غسلته طبعا وكملته، وهنا خليته بالجدر. راح أخليه يتعرق أنا ربع ساعة نص ساعة حسب. بعدين أخلي عليه بصل وبتيتة وبهاراته. هاي ثرمت البصل، ثرمته ناعم، ضلينا ثرمت لي 3 كيلوات تقريبا بصل، 3.5 هيك، كمية كلش كبيرة سويت. هاي قاعدة من الصبح، كلش قعدت بالستة إلا الوحدة الظهر، يلا كملت. هاي هنا تعرق الدجاج، بس أخلي عليه البصل والبتيتة وأضيف البهارات. هكذا أشوف لأن أنا أخاف عليه يلزق، لأن الدجاج هواي خاف الجدر ينمرض الدجاج. هاي خليت عليه كركم وبهارات دجاج و7 بهارات وفلفل أسود ونوم بصرة ورقار ودارسين، أو حسب بعد البهارات اللي عندكم. هاي هنا خليت عليه ماي، هم عندي ماي، ضفت عليه ماي مو حار، الماي بارد لأن ما عندي مكان. هاي بس أنا شنو عود أشتغل هنا شوية وأرجع هنا شوية. هاي استوى الدجاج وقمت أطلع بيه على مود ما ينمرد، على مود هذا حتى أقدر أسيطر عليه بالتشفشير أشيلن. وهنا راح أبلش مرحلة الحلاوة، الكشمش. هاي هنا سويت،
هاي كلش كمية كبيرة، بس هي ما مبينة يعني بالتصوير. تقريبا 5 كيلوات حلاوة. خليتها حمست وهنا استوت. خليت عليها الكشميش، هسه خلي عليها الكشميش، وخليت عليها هيل ودارسين وشوية ملحة. احنا نحبها مالحة وشوية حلا. ما خليت عليها بعد اي شي. هنا التمن قاسلته ومنقعته وبزلته. سويته بزل. هاي فرغته وبعدين رجعته للجدر. هاي ترى انا باثنين ايديه، ما حد جاي لكم، بس انا ترى ما حد وياي. فرغته بالسلال وجاي اقلب. هنا ضفت عليه نص بطل زيت ودارسين وهيل مطحون، وقلبته وهدرته. ماكو نص ساعة صبيت بعد. استوى بساعة، استوى ما بطأ. هاي بنات انا كل سنة اسوي ثواب لابو فاضل ان شاء الله. عادة الدايمة. شوي ترى انا من ابدي الكلام يطير من عندي. هاي هنا جاي اراويكم. هاي هسه اروح انا قال لان طلعت الدجاج على مود ما ينمرد، على ما كملت التمن، لان تعرفون ايد وحدة افتر منها وارد منها واصور. الحالة حيل صعبة. هاي هنا ظليت اقلب. هاي شام كاظة ايد الموبايل وايد اقلب بيها. طبعا الفيديو مصورته من زمان، بس انا ما اقدر انزلنه لانه ما لحق والله. ولاية وثوابات. هنا بلشنا صبين، حتى ما لحقت يعني اصبن الكمية صبيتها اوزع اصورها، لان هاي اصبن وياخذون يوزعون، اصبن وياخذون يوزعون. صلوات على محمد دبلك 50 سفري اكثر بعد خيرات ابو عبد الله. هنا جاي اصب انا خلي حلاوة وروبة يمي ودجاج وكاسة مرق. لا تنسون باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس، وطلبوا امراتكم. باي باي.